الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، إزاي أحصن بيتي من الجن أو من الشياطين؟ سؤال مهم جدا، وواقع الناس بيستدعي ان احنا نجيب على هذا السؤال، لان كتير من الناس في الآونة الأخيرة بيشتكوا من موضوع مس الجن او من موضوع السحر، وده لتفريط الناس في الالتزام بالتحصينات النبوية او الشرعية اللي تقيهم من موضوع المس الشيطاني او من موضوع السحر. اول امر واهم امر في موضوع انك تحصن بيتك ازاي من الجن المداومة على قراءة القرآن، وخاصة منك انت شخصيا، لان نفسك في القرآن له عامل كبير جدا في موضوع طرد الجن من البيت او تحصين البيت من الجن. يبقى لازم يكون لحضرتك ورد يومي تقرأ فيه القرآن في بيتك، على الأقل إن ما كانش بصوتك يبقى زوجتك، أولادك، أحد أبنائك، تمام؟ مفيش يبقى على الأقل يبقى فيه قناة زي قناة المجد مثلا مختصة بالقرآن شغالة في بيتك ليل نهار قرآن، أو مثلا كاسيت أو موبايل. المهم إن لازم يكون في قسط من القرآن بيقرأ فين؟ في بيتك. ده من أهم الأمور في التحصين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. لا تجعلوا بيوتكم مقابر. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إن البيت اللي لا يقرأ فيه القرآن عامل زي زي المقبرة. فاحنا مش عايزين بيوتنا تبقى مقابر، تمام؟ ونخص من القرآن بقى في التحصينات سورة البقرة، لأن ورد فيها أحاديث كتيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن سورة البقرة لها يعني نصيب كبير جدا في مسألة تحصين البيت من دخول الجن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان. ده كلام مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. انت مصدق ولا مش مصدق؟ انا مصدق، انت بقى حر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان البيت اللي بيقرأ فيه البقرة لا يدخله شيطان. في حديث تاني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان لا يدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة. لا يدخل الشيطان في بيت بتقرأ فيه سورة البقرة. طب اشمعنى سورة البقرة بالذات؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة البقرة فيها آية سيدة آية القرآن لا تقرأ في بيت وفيه شيطان إلا خرج منه. طب ايه الآية ديت؟ قال صلى الله عليه وسلم: آية الكرسي. وكمان ختام سورة البقرة النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض ب2000 عام فأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ولا تقرآن، يعني الآيتين دول، ولا تقرآن في دار 3 ليال فيقر، يعني يقعد فيها، يعني فيقر بها شيطان. ايه هما؟ اللي هما الآيتين اللي في ختام اللي في سورة ختام سورة البقرة. فسورة البقرة بالذات مهمة جدا يا جماعة في موضوع تحصين البيت من الجن او من الشيطان، عشان نقدر نحمي اولادنا ونحمي انفسنا من موضوع مس الشيطان. كمان من الامور اللي تحصن بها بيتك من الجن موضوع المحافظة على الأذكار والأدعية النبوية الواردة، أذكار الصباح والمساء. احنا كلنا مهملين في الموضوع ده، مهملين جدا في موضوع المحافظة على أذكار الصباح والمساء. حضرتك تقدر تشتري كتاب الأذكار دهوت من أي مكتبة إسلامية وتحافظ عليه أنت وأولادك، وتعلم أولادك وتربي أولادك عليه إن هو لازم تحافظ على الذكر والدعاء في البيت الصبح وبالليل، الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كمان من الأمور اللي تعينك على إن الجن ما يدخلش بيتك أو تحصن بيتك من الجن إخراج الكلاب والتماثيل والأجراس والصلبان من المنزل. بعض الناس مربية كلاب داخل البيت، غلط كبير جدا. البيت اللي فيه كلب لا يقربه ملك، وبالتالي بيبقى سهل جدا ان الشيطان يدخله. الملائكة ما بتدخلش البيت اللي فيه كلب. يبقى هتربي كلب بعيد خالص، وبعدين انت هتتخذ كلب لا تتخذه الا للحراسة مثلا، لكن اصلا في نهي ان انت تتخذ الكلب، ودي مسألة مش عايز اخوض فيها دلوقتي. التماثيل والأجراس، فاكرين الجرس القديم بتاع المدرسة بتاع زمان، جرس الفسحة؟ الأجراس اللي زي دي والتماثيل والصلبان، كل ديت أمور تخرج الملائكة من بيتك وتدخل مكانها والعياذ بالله الشياطين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تمثال. ولا صورة تمثال. وفي رواية: ولا جنب. يبقى حضرتك حتى لو جنب تعجل بانك تتطهر، تمام؟ في حديث سيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس. وفي حديث عدي بن حاتم بيقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال: يا عدي اطرح عنك هذا الوثن. شوف النبي صلى الله عليه وسلم سمى الصليب وثن، تمام؟ لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يشوف حتى الصليب ده في نقشة في ثوب
جلابيه مثلا وفيها نقشه الصليب، وللاسف ديت بتظهر كتير دلوقتي ومقصوده، تمام، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقطع هذا الايه الصليب. سيده عائشه لما رأت امرأة في ثوبها صلب، يعني النقشه بتاعت الفستان نفسها ايه فيها صليب، فقالت لها انزعي هذا من ثوبك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رآه في ثوب قضبه، يعني قطعه، لما يشوفه يقطع الايه. والصلبان من جنس الايه الأوثان، واتخاذها والعياذ بالله شرك، تمام. يبقى حضرتك عايز تحصن بيتك من الجن، الجن ما يدخلش عندك البيت، يبقى لازم تهيئ الأسباب اللي تخلي الملائكة تكون موجودة في البيت. خروج الملائكة من البيت معناه خروج الحفظة، وبعد كده يبقى سهل للأبالسة والشياطين والجن ان هم يدخلوا للبيت. كمان من الامور اللي تمنع الشيطان او الجن ان هو يدخل بيتك ويتمكن منه، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وارشدنا اليه، قال اذا دخل الرجل بيته فذكر الله. يبقى انت حضرتك راجع من الشغل، راجع من مشوار، اول ما تدخل تلقي السلام على اهل بيتك وعلى اولادك، ده بيخلي الشيطان والجن يخرج بره البيت. وتذكر الله، اي ذكر تقوله بقى وانت داخل بيتك. اذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، لما يجي ياكل بسم الله ذكره. قال الشيطان اول بقى ما بتذكر الله انت بقى، لا مبيت لكم ولا عشاء. ليه؟ لانه وانت داخل الشقه قلت ذكر، وانت بتاكل قلت ذكر، فالشيطان يروح قايل الجماعه بتوعه بقى لا مبيت لكم ولا عشاء. واذا دخل الرجل فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان ادركتم المبيت، خلاص هتباتوا هنا النهارده. طيب ولما يجي ياكل قاعد كال كده من غير ما يسمي، من غير ما يذكر، واذ لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال الشيطان قرانه يعني وعائلته ادركتم المبيت والعشاء. يبقى من الاسباب برضو اللي تخلي الجن يبعد عن بيتك ذكر عند الدخول وعند عند الاكل. كمان من الاسباب اللي تحصن بيتك من الجن وتخليش بيتك يدخلوا جن، كثرة الاذان بالمنزل. تأذن، مفيش مانع ان انت تأذن في البيت كوقاية وعلاج من الاشباح والشياطين. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو واستفدت منه، ما تنساش دعم الفيديو بلايك وشير وسبسكرايب. دعم الفيديو عشان تساعد على انتشاره. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.